مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد. تدشين حملة نظف عينيك لتجميل الحوائط والميادين وإزالة عبرات السباب. فقد أعلنت حركة مصر وبث تدشين حملة نظف عينيك لتجميل الحوائط والميادين وإزالة العبرات غير اللائقة والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وسوف تكون البداية من محطات مترو الأنفاق. المزيد من التفاصيل معي هنا في الاستوديو أستاذ وليد صلاح الدين المنسق العام لحركة مصر. مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا بحضرتك. أستاذ وليد، يعني أبدأ معك من هذه الحملة، هل لك أن تحدثني أكثر عنها؟ الحملة دي بدأت لما لاحظنا إن في حيطان الشوارع في مصر والميادين انتشر فيها السباب والشتائم والرسومات اللي بتخدش حياء الشعب المصري، اللي الشعب المصري مش متعود عليها، اللي بتشوفها زوجاتنا وإخواتنا وبناتنا. وده مش طبع الشعب المصري، وكان بيعتبروها ان دي ثوره، بس دي مش ثوره. الثوره المصريه اشتهر عنها انها ثوره اخلاق، وده يبين ان اللي بيحصل ده ثوره مضاده، مش ثوره عاديه يعني. كيف ستبدأون؟ هنبدا ان شاء الله بمحطات مترو الانفاق، لان بيشوفها ملايين من الناس كل يوم. نبتدي ننظف الحيطان، عملنا بالتنسيق مع مديرين احد المحطات ان احنا نبتدي ندهن الحوائط بالذات اللي عليها عبارات شتائم وسباب، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر ندهن حوائط مصر كلها. من أين سيكون التمويل؟ التمويل شخصي، احنا عبارة عن مجموعة ثوار كونوا الحركة، مجموعة من الشباب عايزين مصلحة مصر وبس، عشان كده جه الاسم من الناحية دي. يعني ما هي أعدادكم وكيف ستنتشرون في المحافظات، وهل ستكون القاهرة فقط هي البداية؟ احنا عددنا تقريبا حوالي 900، احنا حركة ناشئة بقالها شهرين تقريبا على الفيسبوك، وبنبتدي ننتشر إعلاميا عشان نعرف الناس بينا. وإن شاء الله الحملة دي مش هتبقى في القاهرة وبس، احنا لينا أعضاء في كل محافظات مصر، وإن شاء الله ننزل ربنا يقدرنا ونلف مصر كلها وننظف عينينا. عنوان الحملة نظف عينيك، ننظف عينينا من الشتائم اللي احنا بنشوفها. كيف تواصلتم في البداية؟ احنا مجموعة أصلا من زملاء الميدان، ولما لقينا ما يسمى بجبهة الإنقاذ بتتكون من مجموعة من اللي احنا كنا بنعتبرهم زعماء للثورة، بس للأسف اتضح ان هم مش زعماء للثورة، لأن هم اتحالفوا بعد كده مع الثورة المضادة لإسقاط حكم الحالي. يعني أفهم من ذلك أنكم تنتمون لتيار سياسي معين، أم أن يعني ال 900 يعني شخص الموجودين داخل هذه الحملة هم من انتماءات سياسية مختلفة؟ لا، انتماءات سياسية مختلفة، ولكن يعني أنت من الواضح أنك يعني لديك توجه مثلا ضد جبهة الإنقاذ. هل معنى ذلك أن من موجودين معك في الحملة ربما يكون لديهم توجهات أخرى، هم مثلا موجودين في جبهة الإنقاذ؟ لا، كلنا، ما فيش حد فينا منتمي لجبهة الإنقاذ، كلنا من تيارات مختلفة. في عندنا في التيار الليبرالي، في التيار الإسلامي، التيار الاشتراكي، كلنا كنا زملاء ميدان، بس فوجئنا باللي بيحصل وقلنا لازم نعمل وقفة، وما ينفعش نسكت، ما ينفعش نفضل قاعدين في بيوتنا وشايفين البلد بتخرب. إيه أهم الفعاليات يعني التي يعني قمتم بها حتى الآن؟ احنا شاركنا في مليونية نبذ العنف، وشاركنا في الوقفات بتاعت الضباط الملتحين، لان هم اصحاب حق، واي اصحاب حق احنا بنساندهم. احنا مش اسلاميين، احنا مش منتمين للتيار الاسلامي، بس بنقف مع اي حد معاه حق. وان شاء الله وعملنا اكتر من وقفه ضد الاعلام الفاسد، لان احنا شايفين ان هو اخطر ادوات الثوره المضاده. وان شاء الله ناويين نعمل الحمله بتاعت نظف عينيك، وناويين نعمل ان شاء الله الحمله بتاعت محو اميه الكمبيوتر، نعلم فيها الانسان البسيط، المواطن المصري البسيط، ازاي يخش على الكمبيوتر، بدايات الويندوز، ان هو يخش على النت، يعرف يستخدمه، يعرف يجيب الخبر اللي مش هيلاقيه في الاعلام الفاسد اللي هو مدي له ودانه للاسف. وان شاء الله في حمله كمان للتبرع بالدم لاحد مستشفيات السرطان. فيما يخص بعض القضايا السياسية الشائكة، يعني مثلا النائب العام، أنتم وقفتم وقفة ضد الإعلام الفاسد، أيضا هناك من وقف لإقالة النائب العام، هل تشاركون في مثل هذه الوقفات أم أنكم لكم اتجاهات محددة؟ احنا أي وقفات ضد شرعية احنا ضدها، احنا بنقف ضد أي حد عايز يسقط الشرعية، يسقط الرئيس اللي احنا انتخبناه، يسقط النائب العام الشرعي اللي جاي بالدستور اللي احنا رحنا استفتينا عليه، ان هو يأجل البرلمان اللي هو املنا كلنا عشان اكتمال باقي سلطات الدولة، ضد اي حد ضد الشرعية اللي احنا بنمثلها.
نعم، ولكن هذه الاتجاهات يعني تقترب من اتجاهات التيار الإسلامي. هل معنى ذلك أن يعني هذه الحملات التي تقومون بها هي حملات متقاربة مع التيار الإسلامي؟ لا، ما لهاش علاقة بالتيار الإسلامي. الحكومة بننتقد الضعف في مواجهة الإعلام الفاسد، والضعف في مواجهة القضاء الفاسد، والضعف في مواجهة الداخلية الفاسدة. كل دي انتقادات احنا بنوجهها للحكومة وبنوجهها للرئيس مرسي على صفحاتنا. هل هناك طلبات محددة يعني أنت تطلبها من جانب مثلا رئيس الوزراء أو من جانب الحكومة أو من جانب مؤسسة الرئاسة؟ بطلب منهم ان هم بلاش المواقف المايعة، لازم يبقى في بمعنى اكثر وضوح. يعني انت يعني ربما هناك اتهامات من جانبك يعني الحكومه بانها لابد ان تكون اكثر حسما. كيف تكون بالضبط. اكثر حسما من وجهه نظرك؟ احنا عايزين القانون يطبق على الكل، يطبق على مسلم مسيحي اي حد في مصر يطبق عليه، وما نخافش يتقال علينا احنا لو طبقنا القانون يبقى احنا كده بنهدم الحريات وضد الحريات. لا، ده قانون بيطبق على الكل، وضد ان احنا التصالح مع الدولة العميقة زي ما بيسموها. للاسف الرئيس مرسي متخيل ان هو لما يتصالح مع الدولة العميقة ان البلد هتمشي. لا، الدولة العميقة هتهدم البلد. وهل هو تصالح مع الدولة العميقة من وجهة نظرك؟ احنا شايفين لحد دلوقتي ما فيش تطهير في الداخلية، ما فيش اي مواقف ثابتة ضد القضاء الفاسد، ما فيش اي قرارات ثورية ضد التخلص من المسؤولين الفاسدين في الحكومة والمنتشرين في كل الوزارات. فيما يخص الأحداث الأخيرة والتي حدثت في مدينة الخصوص وأيضا أمام الكاتدرائية، هل هناك نشاطات أو فعاليات محددة تقومون بها؟ احنا كل اللي بنقدر نقوم بيه دلوقتي ان احنا نوعي الناس سواء مسلمين او نصارى، ان احنا نوعيهم. شوف، اربط الاحداث اللي حصلت وما تسلمش ودنك لحد. شوف ايه اللي حصل وانت تعرف ايه الهدف من وراه. اللي حصل ناس نصارى، يقال ان هم نصارى، راحوا رسموا حاجات مسيئة او كلام مسيء على حائط معهد ازهري. بعد كده واحد مسلم راح يتخانق معاهم، اتقتل، حصل تبادل رصاص، وقع ناس من هنا وناس من هنا. بعد كده يحصل ان تشييع جنازة ضحايا الحادث ما يحصلش من كنيسة الخصوص ويحصل عند الكاتدرائية. ليه؟ وتحصل مسيرة تمشي في شوارع العباسية، تكسر العربيات، تكسر المحلات، تعتدي على الناس، ويجرجروا اهالي العباسيه للكاتدرائيه، وبعد كده يحصل اطلاق هل هناك رصاص. يعني ادانه محدده من جانبكم لطرف محدد في هذه الاحداث؟ ما احنا لو ربطنا كلنا الاحداث اي عاقل هيعرف ايه الهدف من وراها. بعد الاحداث دي ما حصلت، لما نكتشف ان شفيق بيعلن بيقول اللي حصل الاحداث الكاتدرائيه دي ثوره وهتستمر وهتتكرر لحتى اسقاط الاخوان. لما نشوف فيديو منتشر دلوقتي على اليوتيوب من 2010 باحداث بتقول ان في مسلمين اعتدوا على واحده نصرانيه وبيقلعوا عهدهم وبيغتصبوها، والفيديو لما نعرف ونفكر ونشوف ان الفيديو ده قديم هنعرف الهدف من ورا ده ايه. ماذا تطالبون الان؟ يعني اذا كانت يعني الرؤيه من وجهه نظرك انها احداث ربما تكون مدبره في هذا التوقيت لاسقاط حكم الاخوان المسلمين، ماذا تطالب الان مؤسسه الرئاسه كحركه؟ تطبيق القانون على الجميع. ليه الداخليه لما شافت احداث اللي بتحصل في المسيره في تشييع ضحايا الحادث، ليه ما مسكوش الناس اللي بيكسروا العربيات وبيكسروا المحلات؟ ليه ما مسكوش الناس اللي معاهم سلاح؟ وكلنا شفناهم، بس ما شفناهمش في الاعلام الفاسد، شفناهم على النت وشفنا الصور والفيديوهات اللي بتبين بوضوح شكلهم وهم مين. نعم. فيما يخص الآن يعني بعض المطالبات الآن بتغيير مواد في الدستور، ربما ستكون هناك لجنة، من المفترض أن تكون لجنة محايدة لتغيير هذه المواد. هل هناك يعني وجهة نظر محددة فيما يخص حركتكم فيما يخص هذه المواد؟ هو الدستور فيه مواد أكتر من مادة بيبقى فيها عوار زي ما يقال. المواد الخاصة بالتعامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، والمواد الخاصة بالحكم العسكري اللي ممكن تتيح فرصة للثورة المضادة أنها تنقلب وتهزم الثورة إن شاء الله، واللي إن شاء الله عمرها ما تنهزم. فاحنا نتمنى ان هم يناقشوا المواد دي عشان ما يدوش فرصة للقضاء الفاسد ان هو ينقلب على الثورة. نعم.
فيما يخص ايضا يعني الحركه، ساعود معك من جديد الى يعني حركتكم. انت ذكرت لي انكم 900 شخص، هل هناك يعني نيه لتوسيع هذه القاعده؟ واذا كانت هناك النيه موجوده، كيف سيتم توسيع هذه ان شاء القاعده في الله، الحركه؟ ان شاء الله احنا عندنا نيه ان احنا نعمل اللي فشل يعمله الكبار، ان احنا نتحد. الكبار ما بيتحدوش، بيتفرقوا. في ناس بتتحد بس بتتحد ضد مصر، تتحد ضد الدولة وضد الشرعية، لكن احنا ان شاء الله نتحد لمصلحة مصر. ناويين ان شاء الله في حركة اسمها شباب ضد التخريب، ناويين ننضم ليهم، اعدادهم حوالي 5000 واحد. في حركة اسمها املنا مصر، في مشاورات ما بيننا ان احنا نتحد. وفي حركة اسمها احنا اولادك يا مصر. الحركات دي كلها طب كل هذه الحركات يعني هل تضم شباب من احزاب سياسيه مختلفه؟ هل مثلا سنجد شباب من التيار الشعبي، من حزب الدستور، من حزب المصريين الاحرار؟ هل سيكون هناك اتجاهات سياسيه مختلفه في هذه الحركات والتي سوف تنضمون اليها؟ الحركات دي كلها بيجمعها هدف واحد، وهو مصلحة مصر وبس، وان احنا نقف ضد اسقاط الشرعية. فصعب او مستحيل ان احنا نتعاون مع من يقف ضد الشرعية، زي حزب الدستور والتيار الشعبي والمصريين الأحرار. للأسف كل دول متحالفين دلوقتي مع الثورة المضادة لإسقاط الحكم الإسلامي. ولكن اسمح لي، يعني هذه وجهة نظرك أنت، لكن ربما في وجهة النظر المقابلة أنهم أيضا لديهم طلبات محددة ومؤسسة الرئاسة لا تتعاون حتى يتم تلبية هذه الطلبات. مش صحيح ان هم ليهم طلبات شرعيه. الطلبات بتاعتهم كلها غير شرعيه. الطلبات تقول ان احنا نعيد الانتخابات الرئاسيه، ان احنا ناجل انتخابات البرلمان، كلها طلبات ضد شرعيه الصندوق زي ما هم بيقولوا، والاراده بتاعت المصريين. وغير كده كمان الطريقه في طرح الطلبات. يعني إذا التوجه واضح، يعني أنتم يعني لديكم انتماء سياسي محدد، ترفضون التعاون مع كل من يعني يخالف هذه الشرعية من وجهة نظركم أنتم. كل من يخالف الشرعية وكل من يلجأ إلى العنف كوسيلة. أخيرا أستاذ وليد، يعني ما هي الفاعليات المستقبلية لكم؟ زي ما قلت لحضرتك إن شاء الله حملة نظف عينيك، وبعد كده إن شاء الله حملة محو أمية الكمبيوتر، وحملة تبرع بالدم لأحد مستشفيات السرطان، والحملات اللي احنا مستمرين فيها كل يوم توعية الناس. في نهاية اللقاء نشكرك شكرا جزيلا. كان معي أستاذ وليد صلاح الدين، المنسق العام لحركة مصر. شكرا جزيلا لك. أنا بشكر حضرتك. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن تقرير من